السيطرة النرجسية تظهر بعدة أشكال وسلوكيات، وفيما يلي بعض السمات والصفات التي قد تشير إلى وجود سيطرة نرجسية. أولاً، السيطرة على الآخرين. يعرض النرجسي سلوكيات سيطرة وقوة، حيث يحاول التحكم في الآخرين واتخاذ القرارات بدلاً منهم. ثانياً، الاندفاع العاطفي. يظهر النرجسي غالبا اندفاعا عاطفيا شديدا، حيث يحاول فرض إرادته ورأيه بقوة على الآخرين. ثالثا، الاهتمام الشديد بالصورة الذاتية. يهتم النرجسي بصورته الذاتية وسمعته بشكل شديد، ويحاول جاهدا المحافظة على هذه الصورة بأي وسيلة. رابعا، التعامل بجبروت واستهتار. يظهر النرجسي تصرفات تتميز بالجبروت والاستهتار بمشاعر الآخرين، حيث لا يأبه بالآثار السلبية لأفعاله على الآخرين. خامسا، عدم الاعتذار والرغبة في الفوز دائما. يميل النرجسي إلى عدم الاعتذار عن الأخطاء والرغبة في الفوز والنجاح دائما، حتى على حساب مشاعر الآخرين. سادسا، التلاعب والاستغلال. يستخدم النرجسي التلاعب والاستغلال لتحقيق أهدافه الشخصية، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو المهني. سابعا، عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين. قد يظهر النرجسي قلة الاهتمام بمشاعر الآخرين وعدم وضعهم في الاعتبار في قراراته وتصرفاته. هذه مجرد بعض السمات التي قد تظهر فيها السيطرة النرجسية، ويمكن أن تختلف السلوكيات والصفات من شخص لآخر بناء على السياق الذي يعيشه النرجسي وتجاربه الحياتية.